النهاردة هنشرح حركات الإيد مع الدقن، تفسيراتها إيه؟ لما بيكون حد ساند على مكتب أو ساند على حاجة وأنت بتتكلم ويبتدي بالصباع ده هو بيفكر في موضوع ومش لاقيله حلول، أو الاحتمال التاني ممكن يكون شاكك في الكلام. طب إيه الفرق؟ أول حاجة لو هو بيقرأ حاجة أو بيسمع محاضرة أو حاجة، هو بيعقل الموضوع أو بيحاول يوازنه في دماغه. طيب لو انت اللي بتتكلم هنا هيبقى فيه احتمالية ان هو بيشك. طيب لو هو ابتدى يعمل كده هنا، دي معناها ان هو متوتر جدا. كل ما الحركة بقت اسرع كل ما كانت هو متوتر اكتر. هنا كل ما كانت ابطأ كل ما كان بيفكر اكتر او بيتمعن اكتر. عموما اللعب في منطقة الخد او الدقنة، تلاقي الرجالة اللي عندها دقن دي معناها ان هو بيفكر. طيب لو في حد سارح مثلا وانت عمال تكلمه حاجة عن في المشكلة، وهو كل ما عمال يحرك في دقنه أبطأ، مع في احتمالية هنا إن هو بيتوعد على اللي أنت بتحكيه. لو أنت بتشتكي له من حد إن هو هيعمل أو يسوي، أو لو أنت بتتخانق معاه وهو ساكت وعمال يعمل ده، فهو بيتوعد لك. كان معاكم دينا البكري.